شلون بالله لازم احط تحذير بكل فيديو، وحتى من احط تحذير ماكو فايده. المهم حط تحذير anyway. اوكي، برنامج اكو فد واحد اعتقد اكثر برنامج معروف بالعراق، حتى وصل للوطن العربي يعني مو بس بالعراق. اكو فد واحد. المهم بدأ بسنة 2011 على قناة السومرية. فكرته باختصار انه هو يجيبون ضيوف يخلونهم يحجون نكات بس. اي والله، ورغم فكرته اللي يشوفها بسيطة، بذاك الوقت اختاروه كأفضل برنامج تلفزيوني يعني بالتلفاز العراقي. لهاي الدرجة كانت الناس معجبة بالبرنامج، ومن قد ما تأثير البرنامج قوي يعني لا زال يحصل مشاهدات عالية والناس ترجع تشوفه من جديد على اليوتيوب. اعتقد اغلب اللي شايفين البرنامج عندهم ذكرياتهم الخاصة، وكل من عنده شخصيته المفضلة. طبعا عن نفسي اكثر واحد كان يضحكني هو كاظم مدلل وصباح الهلالي. سبحان الله من الله ما ارتاح هيك. كانت نكاتهم شوية جديدة يعني بيها كرياتيفيتي، عكس اغلب الضيوف اللي كانت نكاتهم بايخة وما تضحك. والحلقات اللي ما بيها هذول الاثنين هي اقل حلقات مشاهدة غالبا. وهم حلقات علي طاهر كانت حلوة، خاصة من يدي يغني. الله الله دين هانا زرايا جقدم جيدانا مري ساجم زمن. وايضا سبب نجاح البرنامج بالمقام الاول هو هذا الثنائي وليد وياسر، كانوا بمثابة المقدمين مال البرنامج، مو بمثابة هم مقدمين يعني. يذكروني بهذول الاثنين من فيلم سوبر باد، ما اعرف يعني احس جوني هيل يشبه ياسر. المهم كانوا هم المحرك مال البرنامج، واللي اقصده بكلمة محرك انه كانوا يسلكون للضيوف، ومن واحد يقول نكتة ما تضحك والجمهور يبقى ساكت، لا يضحكون كذب حتى ما ينحرج الضيف ويقولون يلا فاصل ونرجع. شغلهم عبارة عن تسليك، حرفيا تسليك. يعني باختصار هم اللي يخلون البرنامج يمشي ويكمل بدون ما تصير اي توترات او احراجات، ويحاولون يجاملون الضيف حتى لو كانت النكتة مالته ما تضحك، بس على مود يبقى البرنامج مستمر. واعترفوا بهذا الشيء انهم كانوا يجاملون الضيوف بس على مود يبقى البرنامج مستمر باكثر من لقاء، على مود الضيف يكون مرتاح ويقدر يجيهم بالبرنامج بغير حلقات. وكنا ذا نحكي نكتة أحيانا بالبرنامج، فمن باب المجاملة ومشاركة الزملاء اللي راحوا والله يرحمهم ويرحمهم، الله يعطيهم الصحة والعافية. المهم البرنامج كان ماشي صح، وكان يحصل مشاهدات وتقييمات عالية، إلى أن صارت بعض الشغلات واللي بسببها قامت المشاكل تصاعد لحد ما وصلت المشاكل لتوقف البرنامج نهائيا. هاي عمي هاي مضحكة المسرحية. النكات الجريئة. الفيديو راح يصير غريب من هاي اللحظة. اكو بعض الاشخاص بالبرنامج معروفين بالنكات الجريئة، او خل اسميها الخادشة للحياة مثل ما هم يسمونها. واكثر واحد كان مشهور بهذا النوع من النكات هو صباح الهلالي. هو صح اكو غيره هواي يعني كانوا عندهم شوية نكات زائد 69، بس هو كان ياخذها نيكست ليفل، يعني كان ياخذ راحته زيادة عن اللزوم. قديمها مو شايب كلش، فشغلت السيارة ابنها يعاند ما يرضى، قالت له ترضى لو اعطي الحليب لعمو. هذا غير حج شوي لي غاد ولك ترضى لا اعطي الحليب لعمو. هاي النكات سببت بعض المشاكل للبرنامج، وصارت الناس تقدم شكاوى عليهم يطالبونهم باعتذار من قناة السومرية، وهم يعني بتوقيف البرنامج وعدم استمراريته، لين مثل ما يقولون يفسد الأجيال أو يعلمهم شغلات مو زينة ومن هاي الأمور. يعني على أساس هسه المسلسلات اللي طلعونها برمضان تعلم الصلاة والصوم. وفعلا توقف البرنامج ورجعت قناة السومرية واعتذرت عن اللي صار، وبالأخير رجع البرنامج. بس من رجع صارت عليه بعض القيود، واللي أسميها القيود التلفازية، وهذا اللي خلى البرنامج يحصر الضيوف بالنكات اللي تكون عبارة عن تنمر، واللي يسمونها الكوميديا الجسدية. يعني نكات عن واحد سمين واحد ضعيف طويل وقزم والى اخره، فهمت قصدي. المهم بقى البرنامج مكمل على هذا الحال، لكن صار شويه تافه يعني مو مثل قبل يعني، بس يعني المهم البرنامج يعني باقي مكمل، فعادي يعني حلاوه مثل ما اقول. بس الجماعه ما وقفت عندهم لحد هنا، هم رجعوا وطالبوهم انه ما يجيبون نكات تخص السياسه ولا الحكومه. وهذا اللي اكرهه بالتلفزيون يعني عامه، انه يحط قيود على المسلسلات او البرامج، وبالاخير يطلع لك المنتج زباله بس على مود يرضون فلان وفلان، لان والله يتحسس من النكته الفلانيه او المشهد الفلاني مزعطه. فهذا السبب الاول اللي عرقل البرنامج وما خلاه يكمل. اضحك محمد اضحك 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 عبد الله اضحك كان الجمهور يكره المقدمين مال البرنامج فد واحد لسبب واحد وسخيف جدا، اللي هو ما يعرفون يقولون نكته وما يضحكون. لك هاي فرصه برمضان ليش ما نفتر بمناطق شعبيه ندور لنا نكات بها خير؟ ها والله ان شاء الله نجمع بكن واحد يضحك النكات مالتنا ان شاء الله ان شاء الله. زين احنا شنو العلاقه بالنكات؟ احنا مو مقدمين برامج. اي بس لازم نشارك الضيوف يعني. لازم نشارك الضيوف.
اي بس حندور انت جمع. اجمع اوكي اجمع. بس رحم الله والدي يدز لنا نكته قويه دسمه 5000 بس تكون دسمها قويه. كل ما حاول واحد من عندهم يحكي له نكته ياخذ له بالساعتين يلا يكمل، وبالاخير تطلع نكته مو حلوه، واللي هو يعني منطقي. يعني هم مجرد مقدمين يقدمون لك البرنامج، مو شرط يكونون يضحكون، هو جايب لك ضيوف يضحكونك من الاساس. وقبل كم يوم همينا طلع وليد ببودكاست ويا ياسر هو مسوي، همينا حكوا بنفس الموضوع. بس اني وانت مو اصحاب نكته، احنا كنا طلبوني انا نقدم البرنامج، وامام مغريات بالراتب شويه قبلنا بتقديم البرنامج من الزملاء. بعدين الناس ايه ورا ما رحت انت وليد، الناس بدأت تفتهم دور المقدم كان شنو بالبرنامج. دور المقدم كان هو دور انه يعطي طاقه ايجابيه للموجودين وللجمهور. طب هاي ما يعرفوها، كانوا ما يعرفوا، بس من رحت ايه افتهموا انه من صار بدائل للبرنامج، من صارت بدائل للبرنامج، الناس افتهموا شنو كان دورك صحيح. ودوري. صحيح. وما أعرف يعني ليش كان يجيهم كراهية لهاي الدرجة على مود هذا السبب السخيف، ولهذا السبب انهم طلعوا من البرنامج وما قبلوا يقدمونه مرة ثانية، رغم انهم طلبوهم قالوا لهم تعالوا قدموا الموسم الأخير اللي هو الموسم الثالث، لكن ما قبلوا. وبعدين اكتشفت الناس انه سبب نجاح البرنامج من الأساس هو المقدمين مالته، وبدونهم البرنامج طلع فاهي وما حد مهتم مثل قبل. سميت المشكلة العرش لأن هو حرفيا يقول العرش. اخذ البرنامج وقاعد على العرش. بعد ما طلع وليد وياسر من البرنامج صار اكو صراع بين كاظم مدلل وصباح الهلالي على العرش مالك فد واحد، وصارت خلافات بيناتهم ومشاكل وصلت للقنوات التلفزيونية، وطبعا المستفاد الوحيد هو نزار الفارس. برنامجك فد واحد نعم. حقق نجاح جدا كبير، منه اللي باقي البرنامج وفشل البرنامج في استمراريته. من هو؟ جبنا واحد مو اختصاص يجيك الاسم. جبنا واحد مو اختصاص، جبناه بديل لواحد ضيف ثاني، وتشلب بالبرنامج. تشلب بالبرنامج. غادرت للقاهرة أنا لمدة 45 يوم يمكن. حلقتي أنا تأخرت بالقاهرة بسبب الأحداث السياسية. لقيته ماخذ البرنامج وقاعد على العرش. طريقة تعرف الفضائيات أغلبها تجارية، فأني كانت أجوري كلش غالية أخذ. هو وافق بنص ربع اجوري. كيف كانت اجورك؟ انا اجوري كانت على الحلقه $600. وهو قد يعني تقريبا؟ اخذ $100 على الحلقه. من هو؟ كاظم مدلل. كاظم مدلل. اخذ الجو منكم وبكل صراحه؟ بكل صراحه، واكل الجو، وطلع ياسر وطلع وليد، وانا طلعت طبعا. طبعا كاظم طلع ويا نزار الفارس همينه ونفى كل الكلام اللي قاله صباح الهلالي، وصار اكو تصعيد يعني بالموضوع. قال السبب الرئيسي هو كاظم مدلل وقف البرنامج وطلعني اني وياسر ووليد. يا قلبك يا قاسي، طلعتهم احنا نريد نبع برنامجك فد واحد ووقفته. ليش؟ ايش قلبك القاسي هذا؟ لعل حقهم ما يجوك، لا تزعل. افترى علي اكثر من مره، وما ادري هو بوعيه او مو بوعيه، ما ادري يعني. اذا كان بوعيه هاي طامه كبرى، اما اذا مو بوعيه فهو معذور. لا، كان بوعيه وبكامل قواه العقليه والجسديه. ونادر ما يكون بوعيه بالمناسبه، نادر ما يكون بوعيه، وهاي هو يعرفها. وفعلا اخذ العرش كاظم مدلل، وهو صار المقدم مال البرنامج اكو فد واحد. مساء الخير عليكم اعزائي المشاهدين، وحلقه جديده من برنامج اكو فد واحد اثنين ثلاثه. اليوم حلقتنا مميزه بيها نجوم. وبصراحه رغم انه انا احب كاظم مدلل، بس اشوفه ما كان اختيار مناسب انه يكون مقدم. صارت عليه بعض الهجمات من الناس، يعني حتى علي شاكر قام يتنمر عليه. مدلل هي قناتي الرسميه. هذا وجهك حتى ما فكر اطش بيه، ثق بالله العظيم. كاظم مدلل همينه ما كمل بالبرنامج، يعني قدم له كم حلقه وطلع، وبعدين هم توقف البرنامج لحد ما وصلنا سنه 2020. جابوا الفنان حسان دعدوش والفنانة سولاف على مود يقدمون البرنامج. كان اختيار سيء صراحة. طبعا ما احكيكم انه انا ايش قد اكره صوت سولاف، صوتها مزعج يا رجل، وخاصة من تضحك صوتها مزعج اللعنة. ذاك اليوم من قد ما فقدوا الامل صاروا يجيبون شكو واحد منتشر له مقطع على التيك توك على مود بلكي تصعد المشاهدات. يلا هذا انتشر بالتيك توك، جيبه خليه يسروها مضحك، وخلينا نكمل الحلقة شلون ما كان. ليش إلا يعني سميت حسون بزون؟ يعني من زمان احب البزازين. حتى جايبين سعدون الساعدي، ما اعرف ليش. واقف على الفرن جاي كم بالعيد ومفول شحن،
مثل طق البيضة طقهم بالدين. رغم الجودة الممتازة والإضاءات والصوت الواضح، تبقى النسخة القديمة أحسن ب100 مرة، وما أعتقد راح يصير أكو برنامج مثله بالمستقبل، لأن حاليا التلفزيون عندنا صاير عبارة عن تقليد البرامج الأجنبية بس النسخة الرخيصة. التلفزيون يمنى يصير به محتوى بس برمضان. يقولون أكو مسلسلات جديدة راح تنزل، يقولون راح تكون حلوة، ما أعرف، بس ما أتوقع صراحة، لكن راح أتابع يعني حتى لو، وإذا عجبني شيء يمكن أنزل عليه مراجعة هنا بالقناة. راح أنزل حتى لو ما عجبني. المهم وصلنا للنهاية، تابعوني بالانستغرام لأن راح احتاجكم بالمقاطع الجاية، وشكرا على المشاهدة. حسب التكاليف حسب المصاريف بابا ما عندي، الله ينطي بابا ما عندي، الله ينطي بابا ما عندي، الله طريقو की चमतिक है ले तारा पेटी है एकदम नेरा दगदम हामा दगदम दादा ने हामा पहुंची मरती कहते हैं पाछ मेरी अयवा